السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في قناتكم الكورة مع ياسين. لو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ بأول الأخبار. مصدر في الجبلاية يؤكد تأجيل بطولة السوبر المصري. علق مصدر من داخل اتحاد الكرة المصري على التقارير الإماراتية التي تتحدث عن تأجيل بطولة السوبر المصري. السوبر المصري المقرر في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر القادم بمشاركة 4 فرق، وهم الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا. تحدثت أخبار عن هناك نية لتأجيل البطولة. مصدر في الجبلاية علق على هذه الأخبار وأكدها مشيرا إلى أنها بالفعل جرى تعديل على موعد بطولة السوبر المصري، تم الاتفاق على تعديل موعد البطولة بسبب ارتباطات منتخب مصر الدولية ومباراة منتخب مصر وموريتانيا في تصفيات أفريقيا يوم 15 أكتوبر. وأضاف المصدر قوائم منتخب مصر يتكون أغلبها من الفرق المشاركة في بطولة السوبر، لذا من الصعب خوض البطولة يوم 17 أكتوبر، والجاري الآن تحديد الموعد المناسب للبطولة وفق الاتفاق بين جميع الأطراف. إسلام صادق لاعب بيراميدز على رادار الزمالك. على مسؤولية الناقد الرياضي إسلام صادق عبر برنامج التلفزيوني تحدث عن وجود صفقة على رادار نادي الزمالك، حيث أكد أن اللاعب وليد الكارتي على رادار نادي الزمالك، حيث يرغب الزمالك في التعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوفه. وعبر برنامجه التلفزيوني أكد أن الزمالك وضع للاعب على القائمة المطلوبين للتعاقد معه، خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده مع بيراميدز نهاية الموسم القادم، وحتى الآن لم يجدد وليد الكارتي مع نادي بيراميدز، ومن حقه التوقيع لأي نادي خلال الفترة الانتقالات الشتوية القادمة. وأكد إسلام صادق والحديث على عهدته أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني رحب بفكرة التعاقد مع اللاعب. اللاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، واعتبر أنه سيكون إضافة للفريق. تنسيق كل شيء يخص مباراة السوبر. تركي الشيخ يستقبل رئيس الكاف. وصل إلى الأراضي الإنجليزية منذ ساعات رئيس الاتحاد الإفريقي في العاصمة البريطانية لندن. استقبل المستشار تركي الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية رئيس الكاف للحديث عن مباراة السوبر الإفريقي القادمة. هذه المباراة المقرر لها يوم 27 سبتمبر الحالي، والذي تم إدراجها ضمن فعاليات موسم الرياض. استقبل تركي الشيخ رئيس الكاف للحديث عن هذه المباراة وآخر الاستعدادات، وتم التأكيد على أن الأمور في أتم الجاهزية لإقامة اللقاء ضمن موسم الرياض، وإن هيئة الترفيه أدرجت المباراة ضمن موسم الرياض. تكون هذه المباراة جماهيرية وشعبية في الوطن العربي. تصريحات رئيس الشرطة الكيني عن مباراة فريقه أمام الزمالك غدا. أطلق مونجا نيالا رئيس نادي الشرطة الكيني عدة تصريحات عن مباراة فريقه غدا أمام نادي الزمالك ضمن إياب دور 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية. الزمالك يلتقي غدا بالشرطة الكيني ضمن منافسات إياب دور 32 من البطولة. ليتحدث رئيس الفريق الكيني عن المباراة في ظل هزيمة فريقه في الذهاب بهدف نظيف. وأكد رئيس النادي الشرطة الكيني أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، ونستطيع الفوز على الزمالك في المباراة الغد بالقاهرة. أعتقد أنها في حال صعود فريقي على حساب الزمالك سنكون في الاستطاعة لتحقيق البطولة
بعد ذلك سيكون مشوارنا ناجح في البطولة. الزمالك كان محظوظ بالفوز في اللقاء الذهاب لأننا قدمنا مباراة جيدة رغم البداية البطيئة للفريق، لكن في المجمل قدمنا مباراة جيدة وخاصة في الشوط الثاني، وأتم رئيس الفريق الكيني هدفنا الفوز في مباراة الغد، وتستطيع فعل ذلك وأنا فخور باللاعبين. أنا من رأيي إن كل الكلام اللي بيقوله ده أي رئيس نادي يعني يتمنى فريقه ينجح، لكن ده الزمالك يا حبيبي. طارق رضوان يتحدث عن الزمالك والسوبر الإفريقي والكونفدرالية. وضح الإعلامي طارق رضوان أن مباراة بطولة كأس السوبر الإفريقي لن تكون سهلة على القطبين، وصفقات الزمالك الجدد تحتاج الانسجام. أتمنى حصول حسام أشرف على الفرصة لأنه متميز، وكذلك أحمد محمود، وأنه لا يجيب التفريط بأي عنصر دولي بالأبيض حتى لاعبي المنتخب الأولمبي والشباب، ويرى أن قرار الفارس الأبيض بعدم المشاركة بكأس مصر بالأساسيين صحيح 100%، لأنها كان من الضروري منحهم راحة قبل بداية الموسم القادم للحفاظ على حالتهم البدنية. وأشاد بعبد الله السعيد مثال ونموذج يحتاز به ويستطيع الاستمرار بالملاعب دون النظر لتقدم السن. وأتم بطولة الكونفدرالية هذا الموسم مختلفة تماما عن الموسم الماضي، هذا الموسم بها عدة أندية قوية عكس الموسم الماضي. خالد الغندور جوميز طلب رحيل هذا اللاعب. كشف الإعلامي خالد الغندور عن خبر قد يكون مفاجئ بالنسبة لجماهير نادي الزمالك. الخبر يخص حسام أشرف مهاجم الفريق العاهد من الإعارة من نادي بلدية المحلة، والذي من المفترض أن الجماهير تنتظره يكون كان متألق مع فريق البلدية الموسم الماضي وأحد هدافين الدوري. المفاجأة تحدث بها خالد الغندور هي أن جوميز طلب رحيل اللاعب حسام أشرف عن صفوف الفريق في الموسم القادم. خالد الغندور والحديث على أكد أن جوميز ورغم الإشادة الكبيرة باللاعب في الأيام الماضية طلب رحيل اللاعب هذا الموسم، لا ينوي الاعتماد عليه. طلب جوميز الحديث على لسان خالد الغندور خروج اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الحالية لعدم وجود نية للاعتماد على اللاعب. أنا مستغرب من المدير الفني جوميز، يعني عايز أعرف هو عايز إيه، يعني ولا طلب مدافع ودلوقتي بيمشي مهاجم شاب يعني دوت متألق هداف الدوري الموسم الماضي، ولحد دلوقتي مش عارف ازاي مخلي ناصر منسي يعني ما وافقش على رحيله ازاي، مع انه ما قدمش حاجة ولا ما قدمش المطلوب منه الموسم الماضي. لازم حد يقعد معاه ويتكلم معاه بخصوص فرقة اللاعبين والصفقات، ويتكلم معاه بشدة إن الزمالك وجود قضايا معلقة قد يتم إيقاف القيد جديد في شهر يناير، وقد لا يستطيع التعاقد مع لاعبين جدد أساسا. يعني المفروض الناس اللي في إدارة الزمالك تبلغوا بالحتة دي. سيف جعفر يطالب إدارة النادي الزمالك. طلب سيف جعفر لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة بالنادي الزمالك من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب. طلب اللاعب من مسؤولي القلعة البيضاء تحديد مصيره مع الفريق في الموسم الجديد ومدى اعتماد مدير الفني جوزيه جوميز عليه. وعقد سيف اجتماع مع عبد الواحد السيد مدير الكرة من أجل الاستفسار منه عن موقفه من المشاركة أساسيا بالمباريات ومدة الاعتماد عليه، ولكن عبد الواحد أكد أنه المدرب هو المسؤول عن الأمور الفنية، وإن مشاركته من عدمها تعتمد على مدى قناعة جوميز واجتهاده بالمران اليومي. وكان المدير الفني استبعد سيف من قائمة الأبيض الإفريقية، ما زاد من خمود موقفه مع الزمالك بالمباريات الرسمية، خاصة أن جوميز لم يعتمد عليه بالشكل كبير عليه بالموسم الماضي. حسين الشحات يوجه رسالة بخصوص أحمد فتوح.
علق حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على أزمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، وهي الأزمة التي يعيشها في الآونة الأخيرة والمعروفة للجميع. وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب حسين الشحات قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفوا كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، صدق الله العظيم. أنا عايز أتكلم في موضوع كلنا بقينا بنتكلم فيه بس محدش حاسس بحاجة. الموت بقى قريب مننا كلنا، والناس كتير بقت تموت من كتر الضغط النفسي. وشوفنا إخواتنا وصحابنا أحمد رفعت ربنا يرحمه يا رب، وشوفنا الأب الروحي الكابتن إيهاب جلال ربنا يرحمه يا رب. وأنا كنت من فترة قريبة وقت مشكلتي مع الشيبي كان عليا ضغوط، ربنا وحده اللي كان عالم بيها، وطلعت واعتذرت. ودلوقتي مش عايزين نوصل موضوع أخويا أحمد فتوح لكده ونرجع نقول بعد كده يا ريت كنا خفنا عليه. فتوح غلط وقال أنا غلطان، مش لازم نتكلم ونقول لأ أنت غلطان وضغط عليه. أي راجل لما بيطلع يعتذر ويقول أنا غلطت سامحوني، أولا دي حاجة كبيرة جدا عند ربنا. الراجل طلع وقال أنا غلطان وعايز يروح لأهل المتوفي، ربنا يرحمه يا رب ويصبر أهله وأولاده يا رب. مش كل شيء نطلع ونقول حسين انت شتمت، حسين انت غلط. نفس الكلام برضو فتوح، مش كل شيء نطلع ونقول انت غلطان. ادعوا لفتوح ربنا يهديه ويسامحه، ادعي لحسين، ادعي لأي إنسان بيغلط ربنا يهديه ويسامحه. أنا من رأيي كلام كله مظبوط من حسين الشحات، ولكن كل واحد بيشيل غلط نفسه، كل واحد عارف غلط نفسه. وبكده بتنتهي حلقتنا، أشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.